السلام عليكم متابعي قناة موفوت. أجمع المتتبعون للشأن الرياضي أن اللاعب ريان ماهي تعرض لظلم كروي بعدم استدعائه لصفوف المنتخب المغربي ومشاركته في كأس العالم قطر 2022، كما كان هناك إجماع لدى المتتبعين على أن اللاعب عبد الرزاق حمد الله لا مكان له في المنتخب المغربي بعدما أبان عن مستوى كروي هزيل لا يتلائم مع مستوى المنتخب المغربي، وهو الذي حالت دعوته عن استدعاء الجولي المغربي ريان ماهي أحد أكثر المهاجمين حضورا وتسجيلا مع المنتخب الوطني المغربي في عهد المدرب السابق وحيد خليلوزيتش. وحظي لاعب ريان ماهي بتعاطف كبير من الجماهير المغربية، حتى من تلك التي كانت إلى وقت قريب تدعم اللاعب عبد الرزاق حمد الله وتطالب باستدعائه إلى صفوف كتيبة وليد الركراكي، بعدما اكتشفت أن مطلبها كان خاسرا ورهانها كان على لاعب فاشل. عدم استدعاء الجولي ريان ماهي وتجاهله من المدرب وليد الركراكي أفرز غضبا لدى هذا اللاعب، وخرج في تصريحات صحفية عبر فيها عن غضبه من هذا التجاهل، وانتقد فيها عدم تواصل الناخب الوطني معه. المدرب وليد الركراكي شعر بالظلم الذي طال ماهي، وكشف في تصريحات إعلامية بأنه سيتواصل مع لاعب من أجل تذويب حالة سوء الفهم بين الطرفين، وبالتالي عودته إلى صفوف المنتخب المغربي نظرا لأهميته الهجومية ودوره داخل الفريق الوطني. وبرر الركراكي عدم تواصله مع لاعب ريان ماهي بعدم توفره على الوقت الكافي للتحدث معه. وأكد الناخب الوطني بأنه لم يقصد ظلم أي لاعب، لكنه عبر عن استعداده للاعتذار من أي لاعب شعر بتعرضه للظلم.